السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. طاجين ديال الكبدة ديال الدجاج بهاد الطريقة هادي الخوت، اللي جا رائع. جا واحد الطاجين يا سلام. دوز المقادير الخوت. مرحبا بكم. طاجين، ديرو شوية الزيت بيد ما تسخن، البصلة مشلضة تيدي، نحركوها بالسباتول. هاد الطاجين الخوت شوية باش يسخن كياخد شوية الوقت. مطيشة اللي قطعتها حتى هي بتيدي طريفات صغار. كنخلطو المطيشة مع البصلة، شوية ديال الملحة، بابريكا تحميرة، كمون الخوت، شوية البزار متكتروش منو، تومة مقطعة طريفات، الربيع، قزبور ومنوس بجوجهم. نخلطو كلشي الخوت. بعد ما تشحر لينا الطاجين ديالنا غنزيدو فيه شوية الماء. من بعد الأساسيات، الكبدة ديال الدجاج اللي غسلتها بالحامض، غسلتها مزيان ودرتها. هادو زويتنات خضرين كيعطيو واحد اللون واحد المذاق للطاجين. الحامض، وما ننساوش شوية ديال القزبر والمنوس من الفوق وشوية ديال الماء. من بعد كنصدو على الطاجين ديالنا. هذا هو الشكل ديال الطاجين ديالنا بعد ما طاب لينا الخوت. ما ننساوش نديكوريوه من الفوق بشوية د الربيع. هذا هو الشكل ديال الخوت بعد ما طاب. جا رائع يا سلام، المذاق ما يمكنش. نتمنوا الخوت تجربوا هاد الوصفة هادي، خفيفة ظريفة عشيوة على حقها وطريقها. بعد ما شفنا الطاجين ندوزو للعصير. عندي الكيوي، الكاكي والبنان، حتى هو طلع واعر غير بالماء، ما كاين لا عصير لا الحليب لا الليمون، شويه ديال السكر. كنخلطوا العصير ديالنا. نتمنى الخوت الفيديو يعجبكم ويلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. وهذا هو العصير ديالنا الخوت، اللي صراحه جا واعر ثقيل بزاف. يا سلام، مذاق ما يمكنش غير بالماء. هذا هو الشكل ديالو. نتمنى يعجبكم. شكرا.